يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع محقق متقاعد وفاقد الذاكرة اسمه روي، وبنعرف إن الزهايمر ده جاله بسبب إدمانه على الكحول، وعلشان كده كاتم معظم معلوماته الشخصية على الحيطان. وبنشوفه بعد كده وهو قاعد مع الدكتورة المسؤولة عن حالته، وبنلاقي إنه مش فاكر أي حاجة عن حياته اللي فاتت، حتى أبسط الحاجات زي اسم أمه أو اسم المدينة اللي اتولد فيها. وعلشان كده بتقرر الدكتورة إنها تعمل له عملية، وهي عبارة عن زرع شرايح كهربائية في المخ بتدي نبضات كهربائية للمخ عشان تساعده إنه يرجع يفتكر مرة تانية بشكل طبيعي. وبعد العملية دي بيكون روي قاعد في بيته كالعادة، وبيجيله اتصال من شخص مجهول، ولما بيرد روي عليه بيعرف إن الشخص ده من منظمة الإيد النظيفة، وبنعرف إن المنظمة دي خيرية وبتساعد المساجين الأبرياء إن هم يثبتوا براءتهم قدام القضاء، وبتطلب المسؤولة إنها تقابله. فبيروح لها روي وبيقعدوا مع بعض، وبتقوله إنها عايزاه بخصوص قضية كان بيحقق فيها زمان وتم اتهام فيها واحد اسمه إسحاق بالرغم من إنه بريء. وبتقوله إن إسحاق ده هيتعدم خلال شهر، وهو طالب إن هو يقابل روي بالاسم، فبيوافق روي إنه يقابله. وبيرجع بعدها للبيت وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي القضية بتاعته، وبتتضح إنها قضية قتل أستاذ معروف اسمه فيدر. وتاني يوم بيروح روي عشان يقابل إسحاق في السجن، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيقول له روي إنه قرا ملف القضية وإنه كان في بيت فيدر ساعة الجريمة. فبيرد عليه إسحاق وبيقول له إنه كان فعلا هناك، لكنه كان عاوز يسرق البيت بس قبل ما يعمل أي حاجة دخل شخص على فيدر البيت وفضل يضرب فيه لحد ما موته، وبعدها هرب. ولما البوليس وصل قبض على إسحاق لأنه لقى بصمته هناك، لكن روي ما بيكونش مصدق كلامه، لكن إسحاق بيترجاه إنه يعيد فتح التحقيقات من تاني، وبيقول إن في واحد اسمه ريتشارد كان بيجيله كل فترة وإنه مهتم بالقضية. وبيرجع روي البيت وهو محتار إذا كان يدخل في الموضوع ده ولا لأ، لكنه بيفتكر ان الدكتوره قالت له انه محتاج يفضل يشغل دماغه طول الوقت عشان الذاكره ترجع له. وبيفتح ملف القضيه من تاني وبيلاقي ان اللي ماضي على الملف هو صاحبه وزميله في الشغل جيمي، لكن مفيش اي امضاء من روي، وده على الرغم من ان التحقيق كان المفروض تحت ايديهم هما الاثنين. وبيروح روي بعد كده لجيمي، وبيتفاجئ جيمي اول ما بيشوفه، وبنعرف ان جيمي هو كمان متقاعد وان هما الاثنين ما تقابلوش من سنين. وبيقعدوا مع بعض في بيت جيمي، وبيقول روي لجيمي على الحاله بتاعته وانه ممكن ما يكونش فاكر غير حاجات قليله جدا عن التفاصيل اللي كانت ما بينهم. وبيتكلم بعدها عن القضيه بتاعت اسحاق، واول ما بيسمع جيمي اسم القضيه دي بيتعصب وبيساله ايه اللي فكرك بيها بعد السنين دي. فبيقول له انه فتحها تاني بطلب من اسحاق اللي بيدعي انه بريء، وبيطلب منه ان هو يوصله بالشخص اللي اسمه ريتشارد. فبيوافق جيمي وبيقول له انه ليه معارف في الشرطه وهيحاول يوصل له. وبيرجع روي بعد كده للبيت وبيقعد يقلب في حاجات قديمه، وبيلاقي وسطها صوره ليه مع مراته، لكن الازاز بتاعها بيكون متكسر. ولما بيحاول انه يشيل الازاز عشان يشوف وشها اللي نسيه من زمان، ايده بتنجرح وبيشيل الصوره بعيد عنه. وفي اللحظه دي بتجيله مكالمه من جيمي وبيقول له ان لقى ريتشارد ده وبيبعت له العنوان بتاعه. وبيروح لروي وبيكتشف ان ريتشارد مات بسبب جرعه زايده من المخدرات، لكن روي مش بيبقى مقتنع بموضوع ريتشارد ده انه مدمن، لان ايده سليمه ومش باين عليها اي اثار للادمان. لكن جيمي بيقول له انه ممكن يكون مبتدئ واخد جرعه زياده بالغلط. وفي الوقت ده بيشوف روي ذكرى سريعه جدا لريتشارد ده وهو واقف في مسرح الجريمه زمان وهما بيحققوا. وتاني يوم بيروح روي عزا ريتشارد، وبعد الدفنه بيقف روي مع اخو ريتشارد وبيعرف منه ان ريتشارد كان مغرور وانطوائي لدرجه كبيره، وبيساله روي اذا كان ريتشارد مدمن مخدرات ولا لا. فبيقول له اخوه ان دي اخر حاجه ممكن ريتشارد يعملها. وبيعرف روي ان ريتشارد كان كاتب مذكراته، فبيستاذن من اخوه وبياخدها منه عشان يقراها يمكن يوصل لحاجه في القضيه. وبيرجع بعدها البيت وبيقعد يقرا مذكرات ريتشارد، وبيعرف انه في يوم من الايام كان رايح لحفله كان عاملها دكتور فيدر، وفي اللحظه دي شاف بنت جميله اسمها لورا، ودي تبقى تلميذ الدكتور فيدر النجيبه. وبيحصل ما بينهم اعجاب متبادل وبيقربوا من بعض اكتر بعد الحفله. وبنعرف ان ريتشارد كان بيكتب روايه، وبعد ما خلصها اداها لورا عشان تقراها، وفعلا عجبتها جدا. لكن في نفس اليوم ده وصل له خبر موت والده، وكمان جاله خبر اسوأ وهو ان المصروف اللي كان بيتبعت له من ابوه مش هيتبعت تاني. فقررت ساعتها لورا انها تساعده واخدته يقابل دكتور فيدر عشان يشوف له شغلانه. وفعلا وظفه فيدر في شغلانه بسيطه وهو انه يظبط له المكتب بتاعه. وفي يوم هو شغال كانت لورا قاعده مع فيدر في الجنينه، وبيلاحظ ريتشارد في نظرات اعجاب متبادله وهزار مبالغ فيه بين فيدر ولورا، وبيشك ان في حاجه ما بينهم. وبعدها بفتره قصيره كان ريتشارد مستني لورا على العشاء، لكنها اتصلت بيه وبلغته انها مش هتقدر تروح له النهارده. فبيروح لبيت دكتور فيدر وبيلاقي لورا بتخونه معاه، فبيمشي وبيرجع لاوضته. وتاني يوم بيكون واقف في المكتبه وبيلاقي مجموعه من الورق بخط ايد لورا، وكان واضح انه بحث لورا كاتباه. وبيدخل عليه فيدر في اللحظه دي وبيديله ريتشارد الورق، فبياخده وبيشيله وبياخد ريتشارد معاه وبيقول له انه هيعملوا الاكل بايده. واثناء ما هم قاعدين بيقول فيدر انه عاوزه يبعد عن لورا ويقطع علاقته بيها، وبيوافق ريتشارد لانه ما كانش قدامه حل تاني. ولما رجع لبيته بالليل لقى لورا لمت كل هدومها وهربت. وتاني يوم لما بيروح الشغل بيلاقي ان فيدر اتقتل وريتشارد ساب الشغل بعدها. واكتشف بعد كده ان قبل موت فيدر بفتره لورا راحت لواحده اسمها سوزان، ودي تبقى صديقه فيدر، وهي شغاله في وزاره الدفاع، وهي اللي اخذت البحث منه عشان تنشره باسمه في الوزاره. وساعتها اشتكت لها لورا من الدكتور فيدر انه سرق البحث بتاعها، لكن سوزان قالت لها ان فيدر هو اللي سبقها وجاب البحث عشان يتنشر، وان مفيش اي دليل يقول ان البحث ده بتاعها عشان ترجعه ليها.
وبعدها باسبوع فيدر اتقتل ولورا اختفت تماما. وبيكمل ريتشارد بعد كده كلامه في المذكرات بتاعته وبيقول انه شافها بعد كده في يوم من الايام، لكن المذكرات بتقف لحد هنا. وبيروح روي لجيمي وبيقول له على اللي حصل وانه مش لاقي اي عنوان للبنت اللي اسمها لورا، وكل اللي قدر انه يوصل له عنوان مرات ريتشارد. وتاني يوم بيروح روي لمرات ريتشارد وبيقعد معاها وبتقول له انها ما تعرفش اي حاجه عن حياه ريتشارد قبل ما يتجوزوا، لكن اللي هي فاكراه كويس ان قبل ما بيموت بيوم واحد كان راجع للبيت بالليل وبيكون متعصب جدا وبيتكلم مع واحده في التليفون بصوت عالي وبيزعق معاها. ومرات ريتشارد استنت لحد ريتشارد ما نام واخدت الرقم اللي كان مكتوب على تليفونه واتصلت بيه، وعرفت ساعتها انها واحده اسمها اليزابيث، وبتقول له انها شاكه ان الست دي ليها علاقه بقتل ريتشارد. ولما بيرجع روي للبيت وبيبحث عن اليزابيث بيكتشف ان هي لورا، وبيعرف ساعتها انها بقت كاتبه مشهوره ومعاها دكتوراه، وبيعرف عنوانها من على النت. وتاني يوم بيروح لبيتها وبتتعرف عليه لورا اول ما بتشوفه، وفي اللحظه دي بيفتكر روي ذكرى ليه مع لورا كانوا قاعدين مع بعض في كافيه، لكنه ما بيفتكرش اكتر من كده. وبيسالها روي اذا كانت تعرف واحد اسمه ريتشارد، لكنها بتنكر انها ليه اي صله، وبتقول انه كان مجرد شخص هو موهوس بيها وبيطاردها. فبيديها المذكرات بتاعه ريتشارد وبيقول لها انه عارفها وكاتب اسمها على مذكراته وبيطلب منها انها تقراها. وتاني يوم بيروح روي لواحد اسمه وين، وده كان شغال بستاني عند فيدر، وبنعرف ان وين كان جندي في الجيش الامريكي وكان مشترك في حرب العراق وجات له حاله نفسيه بسبب الحرب. ولما رجع فيدر كان مسؤول عن علاجه وساعده وشغال عنده، وبيركبوا هما الاثنين عربيه عشان وين يوصل روي لبيته. وفي الطريق بيتكلم روي مع وين عن لورا، فبيقول له وين انها كانت بنت مش كويسه وكانت بتدور على مصلحتها بس ومستعده تعمل اي حاجه عشان توصل لهدفها. وبيحكي له عن علاقه فيدر النسائيه وانه كان بيصور العلاقات دي وبيشيلها على شرايط معاه. فبيساله روي اذا كان علاقه فيدر الكتيره بتعمل مشاكل بينه وبين لورا، فبيقول له وين انها ما كانش فارق معاها اي حاجه من دي، والمره الوحيده اللي سمعهم بيتخانقوا فيها كان سبب عن حاجه كاتباها وهو سرقها منها. فبيساله روي عن المكان اللي كان موجود فيه ليله موت فيدر، فبيقول انه كان في البار وكانت فيه ويتر في البار اسمها ديانا وكانت واحده من اللي فيدر على علاقه بيهم، وبيشكر وين على التوصيله. وفي اللحظه دي بيطلع وين تليفونه وبيتكلم مع حد وبيقول له ان روي وصل لبيته دلوقتي. وبعد شويه بتروح له لورا البيت وبتديله مذكرات وبتدخل تتكلم معاه، واثناء كده بنشوف جيمي هو واقف بره البيت بيراقبهم، وبتقول له لورا انها عارفه كويس حالته وانه مش فاكر حاجه وعلشان كده هو مش عارف ريتشارد، وبتقول له ان المذكرات دي كلها كذب في كذب وان ريتشارد كان مريض عقلي وبيتهيأله حاجات مع نفسه وهي عمرها ما كانت على علاقه بيه. فبيقول لها روي ان قابل وين وان كان كلامه كله مشابه للكلام اللي في المذكرات، وبترد عليه ان وين هو كمان مريض نفسي. فبيسالها عن الورق اللي كان هي وفيدر على خلاف بسببه، فبتقول له انه كان في خلاف بينها وبين فيدر فعلا، لكن للاسف ما لحوش يحلوه قبل ما يموت. فبيقول لها انه تواصل مع الست اللي اسمها سوزان دي، فبتقول له انها هي كمان كانت متعاونه مع فيدر عليها، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيكون روي ماشي في الطريق وبسبب غير معروف بيكون شايل معاه مسدسه، وفجاه وهو ماشي بتطلع عليه عربيه وبتحاول انها تدوسه، لكنه بيلحق نفسه وبيطلع المسدس وبيضرب العربيه بالرصاص. وبيكتشف في اللحظه دي ان اللي كان سايق ده يبقى وين وهو قتله. فبيبلغ البوليس بسرعه وبيروح القسم وبيروح لجيم وبيخرجه، وبيروح على البار وبيقول له ان اثبت براءته عن طريق تفريغ الكاميرات اللي كانت موجوده في الشارع، واثبت فعلا ان قتل وين كان دفاع عن النفس. وبيقول لروي انه المفروض يقفل القضيه دي بقى، فبيستغرب روي منه وبيتعصب عليه لان كل شويه يقول له يقفل القضيه دي لدرجه انه شك فيه. وبيقول له ان هم اشتغلوا 30 سنه مع بعض واي قضيه كانوا بيدخلوها سوا كان بيمضوا هما الاثنين مع بعض على القضيه، لكنه استغرب لما لقى توقيع جيمي بس على قضيه فيدر. فبيزعل جيمي من روي وبيسيبه وبيمشي، وبيقعد روي يشرب لحد ما بيغيب عن الوعي. وتاني يوم الصبح بيلاقي نفسه نايم في الشارع، ولما بيصحى بيلاقي في ايديه مفكره كاتب فيها اسم بار كان بيقعد فيه زمان قبل ما يفقد الذاكره، وكمان كان كاتب اسم الويتر اللي هناك اللي اسمها ديانا. فبيروح المكان ده وبيسالهم عن ديانا، فبيقول له الراجل اللي هناك انها ماتت من 5 سنين. وبيدخل بعدها الحمام، واثناء ما هو في الحمام بيشوف ذكريات كتيره لديانا وهي بتجري منه ومسرح جريمه فيدر وحاجات تانية كتير. وبيفوق على اتصال من سوزان بتطلب منه انه يقابلها، فبيروح لها روي وبيتكلموا هما الاثنين عن البحث اللي كان عليه خلاف مع لورا وفيدر. فبتقول له سوزان ان لورا جات لها هنا قبل اسبوع من موت فيدر وقالت لها ان البحث ده بتاعها، لكن ما كانش معاها اي دليل يثبت كلامها، ولما مات فيدر البحث ما اتنشرش. وبتدي له كتاب من كتاب لورا وبيكون بيتكلم عن البحث، وبتقول له انها نشرته باسمها. فبيسالها روي انت ما بلغتيش عن ان البحث ده مش بتاعها؟ فبتقول له سوزان ان الشخص الوحيد اللي ممكن يعمل كده هو فيدر، بس خلاص هو مات. فبيعرف منها مكان بيت فيدر وبيروح له وبيلاقيه مهجور من ايام موته، فبيدخله وبيفضل يتمشى في كل حته، واثناء ما هو بيتمشى بيشوف لقطات من ذكرياته في يوم الحادث، وبيفتكر يومها ان في مضارب بيسبول متعلقه على الجدار وكان في مضرب ناقص منهم. فبياخد روي جاروف من الاوضه اللي في الجنينه وبياخد حديده رفيعه وبيفضل يتمشى في الجنينه وبيغرز بيها في الارض طول ما هو ماشي لحد ما بيوصل لمنطقه الحديده بتغرز فيها جامد. فبيعرف ان الحته دي اتحفر فيها قبل كده، وبيحفرها لحد ما بيلاقي مضرب البيسبول الناقص وبيلاقي عليه دم فيدر. وفجاه هو واقف بتظهر لورا قدامه وبتقول له انه طلع بيكذب عليها لما قال يوم الحادث انه مش لاقي سلاح الجريمه،
وفي نفس اللحظه دي بيظهر جيمي ومعاه مسدس وبيجبرهم هما الاثنين ان هما يدخلوا البيت، وبيزعق جيمي لروي وبيقول له انت ليه مش عاوز تنسى الموضوع ده؟ فبيسأله روي انت عملت ايه بالظبط وخايف انه يتكشف؟ فبيقول له انه نظف الفوضى اللي حصلت في الليله المشؤومه دي، وبيسأله انت فاكر ديانا ولا لا؟ لكن روي ما بيكونش فاكرها، وبيقول له انا فهمت دلوقتي الوضع وايه اللي حصل بالظبط يومها. وبيقول له روي ان اللي حصل ان مراتك تعبت وما كانش معاك فلوس، ولورا جات لك وقتها واديتك فلوس عشان تستغلك في وقت قتل فيدر وتاخد هي البحث بتاعها وتورطه الشخص اللي اسمه اسحاق في الموضوع ده كله. فبترد عليه لورا وبتقول له ده اللي حصل فعلا، وعلشان كده غيرت بيتها واسمها وبدأت حياة جديدة. لكن بعد سنين لقت ريتشارد بيكلمها وبيتصل بجيمي وبيقول له عليها وعلى اسمها وان هي اللي قتلت فيدر، واستغل جيمي المكالمة دي عشان يبتزها وياخد منها فلوس. لكن جيمي بينكر كل الكلام ده وبيقول له ان دي مؤلفة كدابة وهي اللي قتلت ريتشارد بنفس الطريقة اللي قتلت بها فيدر، وان هي ما كانتش اللي بتقتلهم بايديها لكنها كانت السبب الرئيسي في موتهم، وهي اللي بعتت وين البستاني عشان يقتلك بالعربية انت كمان، لانها كانت بتلعب في دماغه وبتتحكم فيه وبتستغل حالته النفسية. وبتطلع لورا مسدسها وبتضرب جيمي، ولسه بتكون هتضرب روي بتلاقي جيمي ضربها وبيقتلها. وقبل ما جيمي يموت بيقول لروي انه عمل كل ده علشان خاطره، لكن روي ما بيكونش فاهم هو قصده ايه. وبعد كده بيروح روي يبلغ الشرطة بكل الكلام ده وبيبرق اسحاق، وبعدها الذاكرة بترجع له بشكل كبير، وبنشوف الجلسة مع الدكتورة بتاعته وبيفتكر امه ومكان ولادته. ولما بيروح البيت بيلم كل الورق والارشادات اللي في بيته، وبالصدفة بيجي تحت ايده صورته مع مراته وبيشيل الازاز من عليها، وبيكتشف الصدمة ان مراته هي الويتر ديانا. وهنا بيسترجع ذاكرته بالكامل وبيفتكر اليوم اللي كان قاعد فيه مع لورا في الكافيه، وبيفتكر ان يومها لورا قالت له ان مراته بتخونه مع فيدر وليها تسجيل معاه. ولما رجع البيت شاف التسجيل وعرف ان كلام لورا صح، وراح ساعتها على بيت فيدر وفضل يضرب فيه بمضرب البيسبول لحد ما مات. وفي الوقت ده جيمي وصل له واخد روي واخد منه المضرب ودفنوه في الجنينه. وفي اللحظه دي بيندم روي جدا لان هو اللي طلع قتل فيدر وتسبب في موت جيمي صاحبه واللي انقذه من الاعدام. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.